عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوكينج وذ مي. اليوم يا جماعة جيتكم بوصفة زمنية من قاع الخابية، وصفة أماتنا وجداتنا. الوصفة هي الرفيس التونسي. أكيد برشا فيكم يعرفوه وبرشا ما يعرفوهوش، ولهذا تبعوني باش تشوفوا الطريقة والمقادير المضبوطة. المقادير باش ناخذوا كيلو سميد متوسط، احنا في تونس نقولوا له متوسط ونقولوا له زاده كيف 5 يسي. وباش ناخذوا معاه رطل تمر صافي. شنو معناها صافي؟ معناتها نغسلوه ونحيو منه الكعب ونوزنوه نلقاوه رطل. هنا انا قصيته هكا سبقت لكم بالمراحل، قصيته مكعبات. التمر نتاعي راهو طري، ما يستحقش باش نفوروه. اذا كان عندكم التمر يابس لازم تفوروه شويه. باهي، وعندي 200 غرام زبده ذوبتهم. وتوا اول حاجه باش نعملها باش نصب الزبده على التمر باش هكاكا يزيد يطرى، ونخليوه يطرى بالكدا بالكدا بالكدا. وعندنا شاميه اختياري، هذا التمر نتاعنا باش نخليه يطرى ونمشيو للمرحله اللي بعدها. توا خذينا السميد حطيناه في القلايه نتاعنا وحطيناه على الغاز، وما نحلوش الغاز بالقوي، نحلو الغاز بشويه. وباش نبداو نقولوا احنا نحمروا فيه، ما نخليوش يحمر ولا يتحرق، يلزم دوب ما يولي لونه ذهبي. ونحركوه ماذا بينا بمغرفه لوح، ونقعدوا نحركوا حتى لين يتبدل لونه ويولي لونه ذهبي. هاكا نقعدوا نحركوا فيه، انظروا لونه كيفاش بدا يتبدل. شفتوا؟ ما نخليوهوش يتحرق. وقت اللي يولي ذهبي عاتي شويه على حموره، وقتها نقصوا عليه. هذا الطبق نتاعنا نصبوه. ايوا ونحركو. باهي، توا باش نزيدو نصبوا عليه التمر والزبده نتاعنا وهو سخون هكاكا حتى تسمعوا تشتيشه. سمعتوا؟ ما شاء الله. من الاول باش نحركوا بالمعرفه خاطر مازال سخون، ومن بعد يلزمنا نعركوا بيدينا، معناتها نخلطوه بيدينا، نلموه بيدينا. ما برشا بلايص يقولوا نعركوه، فما بلايص يقولوا نلموه، كل واحد كيفاش يقول. المهم يلزمنا توا نلموه في يدينا. اذا كان حسينا ان الزبده شويه ما تلمش نزيدوه الزيت. ثم شكون يزيدوا الشاميه، ثم شكون يزيدوا اللوز ولا البفريوه ولا الفستق. انا عملت لكم الوصفه الزمنيه نتاع جداتنا ونتاع اماتنا من غير حتى اضافات. هنا سميدنا برد، توا باش نبداو نلمو فيه. كيفاش؟ اذا حسيتوه شويه شايح تزيدوا الزيت، اما هو هكا بالكدا. توا نبداو نعجنوا فيه بشويه بشويه حتى للي المكونات الكل تدخل في وسط بعضها. هاكا توا بدا تحسوا بدا يتلم اخسر، وراه لازمنا نعملوا بيدينا. والكواندوات راني انا ما نجمش نلم بهم. نبداو نلمو هكا، نلمو بالكدا حتى للي تتكون عنا كعبوره ملمومه. هاكا ريتوها كيفاش تلمت معانا ما شاء الله. توا انا باش نكملهم الكل ومن بعد نرجع لكم. وهنا كملنا كعباتنا، شوفوا ما شاء الله. هذايا الطبق نتاعنا كيفاش جاي، تبارك الله. كونتيتي هايكا ما شاء الله. تبعوا الطريقه. انا راهو على 200 غرام زبده زدت حاسيلو قريب 300 مليلتر زيت باش تلم معايا، خاطر السميد يشرب. شوف ما شاء الله. هذاك مطروف التمر نتاعنا
هاكم بالطبيعة نحطو تحتهم بابي سيلوفان ولا بابي ابسوربون الزيت، وراهم كي يبردو تجمد الزبدة ويزيدوا يبسوا اكثر. انا هنا وريتهم لكم اول ما عملتهم، وان شاء الله تعجبكم الوصفة. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد، وتحطوا لي تعليق وتحطوا لي الجيم المزيانة متاعكم. وشاهية طيبة.